حب، مش طبطبه وحضن وبوسه. وعندنا مثل يقول لك: يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. زي كده الاستاذ اللي كان داخل لي امبارح يقول لي: اصل انت لما بتقول ولاد فيفي عبده انت بتغلط في الناس. انت زعلان ان هم بيقولوا لك يا ابن فيفي عبده وفوزيه؟ انا عارف كويس قوي مين فوزيه، مش محتاج تقول لي، وبفتخر بيها. انا ابن ملكه وقلتها على البثوث. انتوا بقى اولاد مين؟ فيفي عبده ما تقدرش تحط ايدك عليها من غير اذنها. انتوا بقى نسوانكوا بيتعمل فيها ايه؟ ده فيفي عبده ما تقدرش تحط ايدك عليها من غير اذنها، واللي اقل منها اللي بترقص زي فيلم الفرح ما تعرفش تحط ايدك عليها من غير اذنها. انتوا بقى نسوانكوا قدامكوا قدام عيونكوا بيحصل فيها ايه؟ يا لاجئ، يا ديوث. فانت ما زعلتش منه لما قال لك كده. انت ما زعلتش منه لما عمل الافلام، الفيديو في الشارع لما يخش ياخد من الواد العصير والواد يعمل فيها نخ. ده الواد اللي جاب العصير ابو 15 20 جنيه ده بيتخانق مع الميكروباص عشان نص جنيه يديك انت العصير يا عبيط. انت عايزني اصدق؟ واحنا شير شير شير. لايك يا جماعه، لايك اللي احنا قلنا عليها امبارح دي، انا عايز دي عشان البث يكمل لان انا جاي في كلام جامد. فانت ما شفتش البثوث اللي فاتت وانا بقول لهم انتوا زعلانين من الشتيمه، مشوهم. زعلانين من ده يعني انا نزلت 3 اغاني 4 اغاني على لاجئين، منهم فيديو لقيته نازل لي مبعوت لي، واخد الفيديو اللي هو اول فيديو عملته اللي هو يا لاجئ يا لاجئ دوت. كان تقليد للاغنيه اللي عملوها لنا في الشارع عشان ننزل التحرير. لقيتهم عاملين لها ميكساج ومركبين لها اغنيه تانية وكلام تاني. انا نمبر 1. نزلتها على البوست على الشورت عندكم، وسبحان الله جابت 1500 فيو في ربع ساعه. ايه ده؟ والعجيب بالنسبه لي ان فيديو ضم السودان على التيك توك عدى ال 26,000، وعلى اليوتيوب، على سوري على الفيسبوك عدى ال 45,000. فيديو ضم السودان اللي انا بقول الرئيس السيسي كذا 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 كذا، وما تصدقوش ان انتوا نور عينيه، يعني الراجل ده يحط لك السم في العسل. الله يخليك يا استاذه بليس، ما شاء الله. ايه ما شاء الله متعدد المواهب استاذ حسن، الله يخليك يا استاذه بليس، الله يخليك. ف نسيت انا كنت بقول ايه. حد يفكرني انا وقفت فين يا جماعه طب لو سمحتوا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حد يفكرني انا وصلت لفين عشان ما اقطعش الحديث وارجع في حته تانية غير اللي انا كنت بقولها. يا ستي كفايه بنجوين، قلت لغايه فين؟ انا كيميتي عبد الفتاح الهكسوسي. عبد الفتاح هكسوسي الرئيس الكبير يعني اللي جاب وزير دفاع لاخواني. طيب انا هرد عليك في الاخر يا استاذ. انا كيميتي. ما تخرجش من البث، انا هرد عليك. فيديو ضم السودان. اوكي. انا فوجئت ان الفيديو ليه مشاهدات كبيره قوي كده، وانا واثق ان معظم المشاهدات دي سودانيين. واثق لان جه عليه شتايم كتير. يقولوا لنا احنا روحوا اصرفوا على نفسكم. واحد من السودانيين اللاجئين اللي موجودين عندي بياكلوا ويشربوا بيقولوا لنا احنا روحوا اصرفوا على نفسكم.
الناس مش فاهمه، الناس مش قاريه تاريخ، الناس مش فاهمه ومش قاريه تاريخ. وده اكتر حاجه مخوفاني، ان الناس مش عايزه تفهم برضو اللي هم ضد الحكومه والرئيس وضد الجيش وضد الشرطه. مهما كان رايك، عبر التاريخ، عبر التاريخ الجيش المصري لم يخذلني. عبر التاريخ في الحقبه القصيره 2011 و2013 الجيش المصري لم يخذلني. شلنا 2 رئيس. لو خذلك ما كنتش عرفت تشيل الاخوان. يعني هنقول ان الرئيس حسني مبارك البطل الوحيد اللي نفذ مطالب بتوع 2011 وشال الحكومه، الوحيد. وعلشان هو تعب وشبع فقال لك خلاص هسيبها. طب الاخوان سابوها ليه؟ ولو ما كانش الجيش نزل كانوا عملوا فينا ايه؟ زي ما قلت كده في البثوث اللي فاتت، قتلونا في الشارع يا باشا، ما فيش حد يقول ما قتلوناش في الشارع. وخصوصا بقى في 30/6 انا كنت هنا في مصر. محدش يقول ما عملوهاش، التلفزيون مصور، ما هواش فيديو شوب، ما هواش اي اي، ما كانش فيه اي اي. انا شفت السوريين بعيني بيقفلوا المنصة، مئات سوريين بيقفلوا المنصة وبيعملوا مظاهرات. وانا قلت ان انا اللي سيبت عليهم المجاري، انا واصحابي رحنا مسدين المجاري، طلعت عليهم المجاري. هرد على الناس كلها بعد البث. فانا شفت مين بقى كان هيمشي الناس دي لو الجيش كان خذلك. اذا كنت انت اللي قاعد قدامي وحضرتك اللي قاعده قدامي ممكن تتحججي ان مفيش درايه بالموبايلات بالنسبه لك، بس عندك جارك، عندك صاحبتك، عندك حفيدتك او بنتك، عندك جوزك، عندك الناس دي كلها. في ناس عماله تحط صور وايموجي، فكده انا عرفت ايه الناس دي مين. يلا باي باي يا حبيبي منك ليه. باي باي الباي باي. آه، باي باي الباي باي الباي باي. احنا جايين هنا بنحترم اراء بعض. هتيجي تفرض عليا ارائك، انا مش عايزك. محدش يفرض عليا رايه هنا. وايه بقى ده جاي عايز ده جاي عايز يقفل لنا القناه. يلا بونسوار. اصل انتوا مش كتير يعني، يعني لو كتير اقول هجيب معايا ادمن، انما انا اللي شايفك. يلا لايكات يا جماعه علشان كان بيجي لنا ريبورتات دلوقتي. لايكات. انا عندي اكتر من 30 واحد على البث. لايك 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 وقلوب. شفتوا بقى ان في ناس من مصلحتها ان البلد تولع.
اللي يجي يقول لك السيسي هكسوسي والسيسي مش عارف ايه والسيسي بلحه والسيسي، ما انا قلت لك يا عم في البثوث اللي فاتت، مش عاجباك البلحه اديك نخل على مقاسك، انا عارف النخل على مقاسك اديها لك، تقلقش، قول انت بس. انت اساسا يا اللي بتقول للناس تعالوا انزلوا، خليك ذكر، عايزك تبقى ذكر، مالو هدومك كده، لان الستات المصريه للاسف تفتقد الى الذكر. هي عندها اشباه رجال في البيت، معظمهم عندهم اشباه رجال في البيت الستات المصريه، انا بقولها على العلن، انا ما بخافش. والا عيالكم اللي في الشارع دول ما كناش شفناهم السفله. فالله يكون في عون الست المصريه، اصل الست في الاخر مهما كانت غنيه، مهما كان عندها مركز اجتماعي، مهما كان فهي ست، هي عايزه راجل، عايزه ذكر، عايزه تحس ان هي عندها حد تتسند عليه مهما كانت قويه. مارجريت تاتشر نفسها كده. اللي بتقول سلمى يا سلامه دي كان اسمها ايه زمان المغنيه دي، دي ماتت بسبب ده، ان هي ما لقيتش راجل في حياتها، كلهم كانوا داخلين عايزين مصلحه. ده ليه ده سبب انتحارها. فالله يكون في عون الست المصريه. ما هو انا لو شايف ديكوره كان الفيسبوك ده اتملى فيديوهات لترحيل اللاجئين، انما انا شايف ستات في ستات في ستات في ستات، حتى لو راجل عمال يعمل كومنت وبوست كومنت وبوست ونطالب الترحيل. يا جدع انت بقى اطلع كده، خليك راجل، اطلع زيي على السوشيال ميديا وقول السيسي كذا 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 كذا، اطلع زي ما انا بقول مدبولي وحكومته كذا 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 كذا. واحد جاي بيقول لي اللي بيطبل لهم ده معاه، انا معيش فلوس، انا استلفت ثمن الفلوس اللي انا صلحت بيها اللابتوب دي عشان اطلع كده واكلمك، يعني انا اتدينت عشان مصلحتك. انت بقى عملت لنفسك ايه؟ انا اتدينت عشان بلدي، عشان مصلحة بلدي. فلما بقول بحب بلدي انا بثبت ان انا بحب بلدي، انا بثبت ان انا بحب بلدي. انت بقى عملت ايه؟ وانت بقى اللي عايز تنزل الشارع ما تطلعش ذكر كده زيي وتتكلم ليه وتقول السيسي فيه وفيه 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 وفيه. ما انا بقول مدبولي فيه وفيه 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 وفيه، وبقول طقم الوزراء كله فيه وفيه 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 وفيه، الا سياده الفريق كامل الوزير، ده الوزير الوحيد اللي بيشتغل في البلد.